العناية بالبشرة والشعر خلال شهر رمضان الكريم. دكتورة نهى عطارد، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. العلاج الأساسي بتاعها إن احنا نشرب المية بشكل منتظم فترة من الفطار للسحور، كوباية مية كل ساعة، خصوصا إذا كان الناس ما بتعوضش ده في الفترة الفطار ومن لحد السحور طبعا. مفيش الكلام ده. فين البسبوسة؟ فين الكنافة؟ هل شرب السوائل الأخرى، عصاير، الشاي، القهاوي، الحاجات دي كلها يعتبر ما يعتبرش؟ لا. خلينا نتطرق للمشكلة الثانية بتاعت البشرة اللي هي البهتان، نتيجة طبعا إنه الفيتامينات والمعادن بدأت تفقد من البشرة. قال لي الشامبوهات اللي مكتوب عليها ضد القشرة ما تشتريهاش وما تستخدمهاش انها هتزود لك القشره. في كلام كريمات أصلب. متخصصه. احنا نعرفه ان الحبوب دي دايما بتطلع للبشره الدهنيه. طبعا الاكل سلاح ذو حدين. السكر اكتر حاجه بنعتبرها سلاح ذو حدين، فكل ده ممكن يزود لي التجاعيد بتاعه البشره في شهر رمضان تحديدا.